بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع حلقة جديدة من حلقات برنامج سمعنا وأطعنا نلتقي أيها الإخوة الأحباب، ونلتقي حول أمر كلنا يحتاج إليه. نلتقي حول أمر لا غنى للمسلم عنه أبدا، ألا وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبمعنى أوضح الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان يفرون من الله. كثير من الناس يفرون من الله سبحانه وتعالى، مع أنهم أحوج الناس إليه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المولى سبحانه وتعالى قال: ففروا إلى الله، عندما بين في كتابه العزيز: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالمسلم يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج أن يفر إليه برغبته، يحتاج أن يكون دائما تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا أيها الإخوة الأحباب؟ لأن كثيرا من الناس يعصي ربه، وكثير من الناس يظن أنه على صواب، مع أنه لو فتش في نفسه لوجد عيوبا كثيرة.
أناس لا يصلون نقول لهم ففروا إلى الله. أناس لا يزكون نقول لهم فروا إلى الله. امرأة غير ملتزمة وغير متحجبة نقول لها فري إلى الله. رجل يأكل الربا نقول له فر إلى الله. أناس يرتشون نقول لهم فروا إلى الله. إذن العيوب كثيرة والأخطاء كثيرة، ولا علاج لها إلا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة الأحباب، رجل أراد أن يعصي ويرخص له في المعصية، فذهب إلى إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه فقال له رخص لي في المعصية. هذا الرجل ذهب إلى إبراهيم أراد أن يرخص له في المعصية، فماذا قال له إبراهيم بن أدهم؟ وهذا القول ليس لهذا العاصي فحسب، بل لكل إنسان عاصي. هذا الكلام لك أنت أخي الحبيب، هذا الكلام لك أنت أيتها الأخت المشاهدة، هذا الكلام لي ولك. فقال له إن أردت أن تعصي الله فإنك ينبغي عليك ألا تأكل من رزقه. عايز تعصي ربنا ما تاكلش من رزق ربنا سبحانه وتعالى، ابحث عن رازق غير الله يرزقك طالما أنك تريد أن تعصي ربك. فماذا قال هذا العاصي؟ قال كيف لا أكل من رزقه وهو الذي تكفل بأرزاق الخلائق جميعا، وهو الذي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هات الثانية. يعني إبراهيم بن أدهم قال له لك 5 أشياء إن استطعت أن تفعل منهن واحدة فاعصي ربك. قال هذا صعب، هات الثانية. قال أما الثانية إن أردت أن تعصي ربك فلتخرج من تحت سمائه ولتخرج من ملكه وتبحث عن ملك آخر. فقال له هذا صعب، كيف أخرج من ملك الله وهو مالك الملك ذي الجلال والإكرام، وهو مالك الملوك، وهو مالك كل شيء، فهذا صعب. هات الثالثة. قال أما الثالثة إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فإن استطعت أن تذهب إلى مكان لا يراك فيه الله فاعصي الله. دور كده على مكان ربنا ما يشوفكش فيه، فإن وجدت هذا المكان الذي تستطيع أن تختبئ فيه من ربك فافعل. قال كيف؟ وأين هذا المكان؟ والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. هذا صعب. هات الرابعة. قال أما الرابعة إن أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني ساعة حتى أتوب. عندما يأتي ملائكة الموت وأنت على المعصية فقل لهم أخروني ساعة حتى أتوب، فإن استطعت أن تؤخر نفسك ساعة عن الموت فاعصي ربك كما شئت. فقال هذا العاصي كيف أؤخر نفسي ساعة؟ والحق سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا أستطيع. إذن إليك. هات الخامسة. قال أما الخامسة فإذا أردت أن تعصي الله وقامت القيامة وجاء ملائكة العذاب ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، فإن استطعت ألا تذهب معهم فاعص الله كما شئت. فقال هذا العاصي كيف لا أذهب معهم
والله وصفهم بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال له إبراهيم بن أدهم: إذن أنك لا تستطيع أن تأكل من رزق غير الله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن تخرج من ملكه، ولا تستطيع أن تذهب إلى مكان لا يراك فيه، ولا تستطيع أن تؤخر نفسك عن الموت ساعة، ولا تستطيع أن تخلص نفسك من ملائكة العذاب، فكيف يجدر بك أن تفكر في معصية الله سبحانه وتعالى؟ إزاي تعمل كده؟ كيف تفكر في معصية الله وأنت لا تستطيع أن تفعل واحدة من هذه الأشياء الخمسة؟ فتاب الرجل وحسنت توبته. إذن أيها الأخ الحبيب المشاهد الكريم، وأيتها الأخت المشاهدة الكريمة، الإنسان منا إنما هو إنسان ضعيف، وكما بين الحق سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ولعلم الله سبحانه وتعالى بضعفك وبأنك عاص وبأنك تميل إلى العصيان، فقد فتح لك سبحانه وتعالى باب التوبة ورغب فيه، فقال جل وعلا مبينا أن المفلح هو الذي تاب: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أمرك بالتوبة وبين أنه في التوبة فلاح، بل إنه أخي الحبيب إن في التوبة نور لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا يكون هناك درهم ولا دينار